السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض صلصة طبيعية مركزة وحلوة جدا، هتوفر عليكي كتير، ولا بقى نعصر ولا نصفي ولا نبقى حاملين هم طبخة. على طول في ثواني اطلع الكيس من الفريزر واشتغل بيه على طول. الطريقة دي اتعلمتها من حماتي وبجد ربنا يبارك لي فيها، نفعتني جدا ووفرت عليا كتير قوي. ومن 5 كيلو طماطم عملت كل الكمية دي. هنعرف ازاي نطلعها تقيلة وكمان مركزة قوي كده. طبعا الكيس ده الاضاءة ظلماه، باقي الاكياس شوفوا لونهم حلو ازاي. يلا نعملها. ولو اول مرة تشوفوا القناة انزلوا تحت واعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد بنزله. دول 5 كيلو طماطم، انا غسلتهم كويس وشلت بس الجزء الاخضر اللي فوق وسبتها سليمة. هنحطهم في حلة كبيرة على النار ونسيبهم لما يستووا خالص. هو المفروض ما نحط لهاش مية، هي بتنزل مية كتير اصلا، بس انا بحب احط حبة صغيرين يعني اقل من ربع كوباية عشان يسخنوا بسرعة ويطلعوا بخار يسرع من تسوية الطماطم. حطيت المية وغطيتها وسبتها على نار متوسطة، وبعد حوالي ربع ساعة كشفت عليها. شايفين نزلت مية كتير ازاي؟ بس هي طبعا لسه جامدة. هحط بقى نص معلقة سكر واسيبها تكمل سويها. معلقة السكر دي بتعادل الملوحة اللي موجودة في الطماطم عشان الطعم يطلع مظبوط قوي. وبلاش نحط السكر في الاول علشان هينزل تحت خالص ويتحرق وهيبقى نتيجته مش لطيفة خالص. احنا دايما بنحطه بعد ما الطماطم تنزل ميتها. وهنا الطماطم خلاص استوت خالص، خدت تقريبا نص ساعة. شايفين طريقة ازاي؟ لازم تكون مهرية خالص كده. ولو لسه جامدة استنوا عليها كمان شوية. هستنى بقى تبرد شوية وبعدين بالهاند بلندر هضربها في مكانها. ولو مفيش هاند بلندر اضربوها في الخلاط العادي. ملحوظة بس، لو الخلاط عندكم زجاج بيتحمل الحرارة ممكن تضربوها على طول، لكن لو مش هيتحملها يبقى نستنى تبرد خالص وبعدين نضرب حبة بحبة كده لحد ما الكمية تخلص. ملحوظة كمان، لو حسيتوا المية اللي نزلت كتير قوي يعني واصلة لمستوى الطماطم، عندكم حلين: اما تقللوا المية شوية قبل ما تضربوها، والحل التاني واللي انا بفضله عشان نستفيد من كل اللي نازل ده اني بسلق بطاطساية واحطها معاهم. هتقل معاكي قوي ومش هتغير طعمها خالص. بشوف ناس بتحط نشا، لا الافضل ناخد نشا طبيعي من البطاطس، وما تقلقوش الطعم مش هيتغير خالص. خلاص هنا خلصت الكمية كلها. عايزة اوريكم تقيلة ازاي. شايفين قوامها فعلا مركزة جدا وحمرة، لونها فعلا جميل قوي. نبدأ بقى نخزنها في اكياس بلاستيك. انا جبت هنا كيس حطيته في برطمان، والافضل لو يكون البرطمان كبير خصوصا لو الاسرة عددها كبير. هنبدأ نحط في الكيس على قد الكمية اللي هنحتاجها، وناخد بالنا ان دي صلصة مركزة، يعني ساعة الطبيخ هنخففها لسه بالشوربة، فما تحطوش كميات كبيرة. انا هنا حطيت كوبايتين كافيين جدا ل4 افراد. لو العدد عندك اكتر زودي مفيش مشكلة. هنخرج بقى الكيس ونربطه كويس جدا ونبدأ في التاني وهكذا. واخر ملحوظة معايا ساعة الاكل: خففي الصلصة الاول بمية، بلاش تخففيها بالشوربة على طول. خففي الاول بمية ونستنى تغلي غلوة وبعدين نضيف الشوربة. كده الصلصة هتفضل حمرا معاكي ولونها مش هيتغير. هنخزن بقى كل الكمية بتاعتنا في الفريزر، تفضل معاكي طول شهر رمضان وبعده كمان. طبعا انا عاملة 5 كيلو، ممكن تزودوا كميات اكبر براحتكم، هتفضل معاكي من السنة للسنة. جربوها، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لناس كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام يا حلوين.